السلام عليكم. عمرك اهتميت وسألت نفسك هو العميل بيشتري بعقله ولا بيشتري بإحساسه؟ النقطة دي لو انت مستهتر فيها خلي بالك انت ممكن تضيع مبيعات كتير جدا جدا. لو انت مش بتربط الإحساس بالمنتج بتاعك بره العقل صدقني هيفوتك كتير قوي، وتعالى اقول لك نصيحتي ليك في النقطة دي تعملها ازاي. تخيل معايا لو عميل داخل يشتري لبس من مكان معين، خلي بالك العميل هيبدأ ياخد باله من جودة المنتج وقطن ولا بلاستر ولا الكلام الجميل ده كله وخامته عاملة ازاي بعد ما يحقق الصورة اللي بيبقى داخل يشتري بيها حاجة في خياله. العميل بيبقى شايف ستايل معين بيبقى نفسه يقلده، فبالتالي هو بيدخل يدور عليه. بعد ما يلاقيه بيبدأ ان هو يسأل بقى هو المنتج ده خامته عاملة ازاي وسعره عاملة ازاي وهكذا، لكن في البداية هو بيبقى شايف او بيحاول يدور على الستايل اللي هيخلوا شكله زي ما هو رسم له صورة في خياله كان عامل ازاي. وبعد ما يلاقي اللي كان في خياله والصورة اللي كان راسمها هيبدأ يشتري، وبعد ما يشتري بإحساسه هيبدأ يبرر بالعقل وهيبدأ يقول المنتج ده كويس عشان خاطر مصنوع من كذا كذا كذا، اصل المحل ده كويس، اصل اداني خصم، اصل. وهيبدأ يبرر بالعقل، ولكن في البداية كان كل اللي سيطر على قراره ان هو يشتري كان احساسه مش عقله. لو عجبتك النصيحة دي اعمل لايك واشتراك في القناة واستنى باقي اسرار البيع من قناة مسجز وز ادري. انا محمود ادري، اشوفك الفيديو اللي جاي.